ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه للكابوريا سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه. بس لو اول مره تشوفيني ياريت لايك واشتراك لو عجبك الفيديو. اول حاجه كده معايا حله بحط فيها معلقتين من الزيت. اتاكد ان هما سخنوا كويس. ومعايا 4 فصوص من الثوم فرمهم كويس. اول ما اتاكد ان الزيت سخن كده بنزل بالثوم بالشكل ده كده وافضل اقلب فيه لحد ما يصفر. بفضل اقلب فيه تقليب مستمر بالشكل ده علشان مش عايزاه يتحرق مني، علشان لو اتحرق مني بيطلع مرارة وطعم مش كويس. اهم حاجة انا عايزاه بس لحد ما يصفر، ما بسيبهاش خالص. بفضل اقلب فيها كده واول ما اتاكد انها اصفرت، اول ما يوصل معايا اللون ده ذهبي بنزل عليه بقرنين من الفلفل. عايزاه حامي شوية عادي، عايزاه بارد برضو عادي. بقلب فيه لحد ما اخلي الفلفل دبل كده شوية، يعني دقيقتين بس على النار. بفضل اقلب فيه برضو تقليب مستمر بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بجد انتوا لو جربتوا الوصفه دي يعني هتحبوها. الوصفه دي كوريا حلوه جدا بالشوربه بتاعتها، ما فيهاش زفاره ما فيهاش اي حاجه، بس اهم حاجه امشي على الخطوات بالظبط. بعد ما الفلفل دبل كده حطيت طماطمتين كبار متقطعين صغنن ناعم كده بالشكل ده. بعد ما نزلت بالطماطم كده بفضل اقلبها برضو تقليب مستمر كده شويه. وبعد كده بجيب البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل كمون كتير، بابريكا او شطه اللي تحبوه. بس السمك يا جماعه بكل انواعه بيحب الكمون احسن حاجه، الثوم والكمون في اي سمك. بعد ما اخلص وصلت النتيجه دي بنزل بكوبايه من الميه، كوبايه صغيره فنجان يعني. بقلبهم كده بالتتبيله بالبهارات علشان كل حاجه توزع كده مع بعضها. اول ما تغلب الغلو بالشكل ده، اللي يعني بالشكل ده، بنزل عليها بالكابوريا. الكابوريا يا جماعه لازم تكون متنضفه كويس وكيس الرمل بتاعها متشال ومغسوله كويس علشان ما تعملناش اي زفاره في الشوربه ولا في الاكل ولا الكلام ده خالص. بنزل عليها بقى بالكميه بتاعتي، بس اهم حاجه برضو الغسيل علشان هو ده اللي بيفرق بجد. بتاعتك نظيفة اعرفي ان الحاجة بتاعتك هتطلع كويسة وطعمها كويس جدا. اهم حاجة انها تتنضف كده كويس. كيس الرمل اهم حاجة تتشال منها تتنقع كده شوية. معايا بعد ما حطيت الكمية بتاعتي معايا 4 ليمونات كبار من الليمون. عصرت 3. مع عصرت ال3 ليمونات نزلت بالليمونة الرابعة، عصرتها وحطيتها بقشرها. بعد ما عصرتها حطيت القشر بتاعها واقلبها كده كويس. بعد 10 دقايق بالظبط بعد ما اغطيها بتطلع بالشكل ده. لونها بقى اورنج كده شويه. خلاص كده اعرفي انها خلاص يعني قربت تستوي. بعد كده بحط لها ميه. ما بغطيهاش ميه يا جماعه، لازم اظبطها بالميه علشان تطلع مظبوطه. وبجد يا جماعه حاجه كانت وهم. بعد كده بحط لها معلقه من الملح اللي قدامكم ده، معلقه من الملح. حسب بقى الشوربه بتاعتك بتبقى عايزه ملح قد ايه. بجد انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه بتاعتي. واهم حاجه لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو.